من جميع المدراء الفنيين الذين يقودون فرقنا في الدوري لا بد أن يظهر واحد منهم فقط ليكون متفوقا على الجميع بجدارة. الإيطالي والتورزينغا تمكن من قيادة فريقه لتحقيق فوز كبير ومستحق على الشباب، وكان على موعد مع الحدث. هذا الفوز الذي كان بفضل قيادة ودهاء هذا المدرب جعل النصر منفردا لوحده في صدارة الدوري ب7 نقاط. زينغا المدرب الأول في الدوري هذه الجولة. في هذه الجولة سجل 39 هدفا وهو رقم كبير ويجعل الجميع في حيرة نظرا لغزارتها ومبالغتها، ولكن حين تختار الأفضل فإن هدف النصر الثالث هو من يظهر في الصورة قبل كل شيء. هذا الهدف من الوهلة يعتبر غير عادي، تمعنوا فيه أكثر. كرة بعيدة من ملعب النصر يستلمها سيزار ويستدير بدون أن يرى المرمى أو حتى يكشف تحركاته ليسددها في الزاوية البعيدة وكأنه يرى المرمى من الخلف. هذا المهاجم أثبت أنه من طينة الكبار، وهذا الهدف هو الأجمل على الإطلاق، ولذلك لن نتردد في تصنيفه بالمركز الأول على جميع أهداف وأفراح هذه الجولة. لا يمكن حين نتحدث عن 14 فريقا ونقيم أفضلهم إلا أن نختار الفريق المتصدر وصاحب أعلى نقاط في الدوري حتى الآن، النصر أو الأزرق العنيد كما يحب أن يطلق عليه محبيه. 7 نقاط من 3 مباريات قوية. العميد هو الأكثر لفتا للأنظار حتى الآن بطريقة لعبه، بأسلوبه، بدفاعه، حتى بأهدافه. النصر في هذه الجولة تفوق على الجميع وأثبت علو كعبه، كاشفا في نفس الوقت عن نواياه الحقيقية. الأزرق هو الأول والأفضل هذه الجولة.